كلنا كأهل مرينا باللحظة دي. بيبي صغير بيعيط بحرقة مش راضي يهدى وانت مش عارف هو عنده ايه، هل ده مغص هل دي غازات؟ طيب ايه الفرق بينهم وازاي نساعد الطفل انه يرتاح؟ أنا دكتور يوسف استشاري طب الأطفال، وفي الحلقة دي هنعرف الفرق بينهم ببساطة وهنقدم حلول عملية وفعالة علشان انتوا ترتاحوا وهو ينام. مبدئيا كده يعني ايه مغص ويعني ايه غازات؟ المغص هو نوبات بكاء شديدة بتتكرر غالبا في نفس الوقت من اليوم، خصوصا وقت العصر او اول الليل. بتكون مدتها طويلة اكتر من 3 ساعات، بتتكرر 3 ايام في الاسبوع او اكتر، ولمدة 3 اسابيع او اكتر، يعني قاعدة ال3 تلاتات. الطفل بيبقى سليم وبياكل كويس، لكن بيعيط بصوت عالي وبيضم رجليه لبطنه، وشه بيحمر جدا وبيبقى صعب جدا جدا انك تهديه. وده بيبدأ من بعد اسبوعين من بعد الولادة وبيزيد غالبا على الاسبوع السادس. طيب ايه هي بقى الغازات؟ الغازات هي تراكم الهواء جوه بطن الطفل، وده بيسبب انتفاخ او بعض التقلصات البسيطه، ممكن تحصل بعد الرضاعه او تحصل في اي وقت في اليوم. وهنا البكاء او العياط بيكون اقل حده من المغص، وغالبا بيروح بعد التجشؤ او بعد خروج الغازات. اسبابه ممكن تكون بلع الهواء اثناء الرضاعه او عدم التجشؤ كويس، تغيير نوع اللبن او حساسيه من حاجه في اكل الام. طيب ازاي افرق بينهم؟ تعالوا نشوف جدول مميز من اللي احنا متعودين نستخدمهم. احنا اتفقنا ان التوقيت مهم، الغازات ممكن تحصل في اي وقت خلال اليوم، المغص تقريبا بيحصل في نفس الوقت كل يوم. مدة البكاء بتختلف، في الغازات بتكون اقصر شوية وبتروح بعد التجشؤ او الاخراج، انما في المغص بتكون طويلة وممكن تقعد اكتر من 3 ساعات. رد فعل الطفل برضو بيختلف، في الغازات وش الطفل بيتقلب شوية ولكن بيهدى مع المساعدة، انما مع المغص الطفل بيبقى ضامم رجليه ووشه محمر وصعب جدا نهديه. شكل البطن برضو بيفرق، غالبا مع الغازات بيكون في انتفاخ بسيط وصوت غازات واضح، انما مع المغص ممكن تكون بطن الطفل طبيعية. هل لي علاقة بوقت الرضاعة؟ الغازات غالبا بتحصل مباشرة بعد وقت الرضاعة، انما المغص مش دايما بعدها وممكن ما يكونش ليه علاقة خالص بوقت الرضاعة. طب يا دكتور دلوقتي احنا اتعلمنا نفرق بين المغص وبين الغازات، ازاي اريح ابني او بنتي؟ لو السبب غازات نحاول نمنع تراكم الهواء جوه بطن الطفل، فنهتم جدا بالتجشؤ ويبقى مرتين مع كل رضعة، مرة في نص الرضعة ومرة بعدها. نتأكد ان الرضاعة تكون بوضعية صحيحة، يعني الطفل تبقى راسه اعلى من بطنه وتكون الببرونة مايلة بزاوية 45. ممكن لو بتستخدمي رضاعة صناعية تستخدمي ببرونة منع للغازات، وسواء بتستعملي رضاعة صناعية او رضاعة طبيعية ممكن تعملي مساج خفيف على بطن الطفل بحركة دائرية في اتجاه عقارب الساعة. ممكن ندرب رجلين الطفل بحركة زي حركة الدراجة أو الطفل اللي بيبقى سايق عجلة، فنحرك رجليه بحركات دائرية. أو ولكن ده مهم جدا جدا نبقى حريصين فيه، ندي الطفل التامي تايم أو الوقت اللي بيبقى نايم فيه على بطنه، ولكن بشرط مهم جدا انه يبقى صاحي مش نايم، لانه لو غير كده يبقى خطر جدا. يبقى لمدة دقايق بسيطة وتكون عينينا على الطفل باستمرار وهو في الوقت ده، ما ينفعش نسيبه ثانية واحدة حتى وهو في الوضع ده. وفي بعض النقط اللي ممكن تخفف شوية موضوع الغازات ده بتتاخد عن طريق الفم زي مادة فعالة اسمها السايميثيكون، ولكن ده لا يتم اعطائه الا بعد استشارة الطبيب. طيب يا دكتور لو السبب مغص من العلامات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، انا شايفة ان بنتي او ابني اللي عندهم ده مش مغص مش غازات، اعمل ايه؟ ممكن نلف الطفل في بطانية خفيفة اللي هي بنسميها السوادلينج، او ساعات حمام دافي ممكن يساعد الطفل على تهدئة المغص ده. ما ننساش ان نوبة المغص دي ممكن تقعد 3 ساعات، فهيبقى عندنا وقت نحضر الحمام وندفي المية ونحط الطفل في حمام دافي. في دراسات برضو قالت ان الوايت نويز زي صوت المكنسة او صوت السشوار ممكن يهدي الطفل. ولو مش عايزة تشغلي الكلام ده، في بعض الابليكيشنز على التليفون ممكن ننزلها وبرضو بتعمل نفس الوايت نويز. شيل الطفل او حضنه او المشي بيه، انا عارف ان ده متعب وفي بعض الاهالي ما بيحبوش يعملوا عشان الطفل ما يتعودش على كده، ولكن ده ممكن يساعد جدا طبعا. وزي ما اتفقنا لو الطفل ما بيستجيبش لكل الحالات دي ممكن نستشير الطبيب، وساعتها بيوصف بعض النقط زي الدنتينوكس او الكوليك ايد. طيب يا دكتور هو كل بكاء الطفل بيبكي وبيبقى ناتج عن بطنه، هل ده يبقى غازات ومغص بس؟ لا طبعا، في علامات مهمة جدا لو ظهر حاجة منها
لازم نروح للدكتور او للطوارئ فورا، ما ينفعش نستنى ونعتبر ده مغص او غازات. لو البكاء ده مستمر اكتر من 3 ساعات ومش بيقل، او لو الطفل ابتدى يرجع كتير او يرفض الرضاعة، او لو الطفل خملان بشكل واضح او ابتدى يظهر عليه حرارة، لو بطنه منفوخة جدا وشكلها متحجر او في دم في البراز، كل دي علامات خطيرة جدا وممكن تعني ان في شيء تاني غير المغص والغازات، ولازم الدكتور يشوفه فورا. مغص ولا غازات، الفرق بينهم دايما مش سهل، بس مع شوية ملاحظة وشوية صبر هنقدر نريح الطفل ونريح نفسنا. وافتكروا ان المرحلة دي هتعدي، وان وجودنا وهدوءنا مع الطفل هيفرق جدا. شاركوا الحلقة دي مع اي اب وام محتارين زيكم، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتتعب ابنكم او بنتكم مع الرضاعة، وايه اللي انتوا جربتوه مع المغص او الغازات وفعلا فاتكم بجد. واستنوني في حلقات جاية هكلمكم عن حاجات تانية مهمة كتير عن اطفالنا الرضع. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم على خير.